اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، النهارده هنكمل تلخيص مسلسل ذا جلوري او مجد الانتقام. وبتبدأ حلقتنا النهارده بعد ما بارك بيكون عارف اللي مرت بيه دونج، وبيقرر يساعدها في خطتها في انها تنتقم من كل اللي اذوها، وبيعرفها انه وصل لمرحله الانهيار والدمار قبل كده، وعلشان كده هو حاسس بيها ومش هيسمح لها توصل للمرحله دي. وقصاد كلام واهتمام بارك ما بتقدرش دونج المره دي انها ترفضه. وعلشان نعرف اكتر عن بارك بنرجع فلاش باك قبل كام سنه، وبنعرف ان والد بارك كان مدير المستشفى العام، وفي يوم وصل للمستشفى مجرم خطير مصاب والكل كان خايف يعالجه. وقتها والد بارك هو اللي تطوع وعالجه، وهنا المجرم غدر بيه وقتله بدون اي ذنب. وساعتها بارك بيشوف والده بيموت قدام عينيه ولكنه مش بيلحق انه ينقذه. وبنرجع لوقتنا الحالي وبنعرف ان والدة بارك مسكت ادارة المستشفى مكان جوزها، وبالصدفة اكتشفت ان المجرم اللي قتل جوزها بيبعت رسائل مستمرة لبارك من وهو في السجن، وبيحكي له في الرسائل دي ازاي كان مستمتع وهو بينهي حياة والده. وساعتها والدة بارك بتنهار وبتعرف ان ابنها عايش في جحيم، ومع ذلك مخبي كل ده عليها. وفعلا بنكتشف ان حياة بارك مش سعيدة زي ما ظهر للكل، لانه كان بيتدرب كل يوم على انه ينتقم من المجرم اللي قتل والده ويقتله بنفس الطريقة. وكمان بنكتشف انه بيروح لعيادة دكتورة نفسية، وفي النهاية بيقرر يستسلم وما يكملش رحلة العلاج لان الخيالات اللي في دماغه مش بتنتهي مهما حاول. وبنروح بعد كده لسان اللي بيسأل يون جين مراته على ميونج، واول ما بتسمع سؤاله بتتوتر وبتسأله لو كان ميونج بيهدده بحاجة، فبيستغرب سان لانها خمنت صح من غير ما هو يقول لها. وعلشان كده بتكذب يون جين وبتقول له ان دي عادة ميونج في الهزار مش اكتر. وبعدها بتروح تتصل على جاي علشان تسأله على ميونج، لكن جاي وقتها بيقفل معاها المكالمة بسرعة لانه كان رايح يقابل سول بعد ما اكتشف انها بنته. وبيلاحظ ان سول مش قادرة تحدد لون الاشارات ومش عارفة تعدي الطريق، وهنا بيكتشف انها ورثت منه مرض عمل الوان، وعلشان كده بيجري عليها وبيحضنها وبيقول لها انه من النهارده قرر يحميها. وفعلا بيتصل جاي بالمحامي بتاعه، فبيعرفوا المحامي ان الاجراء ده هيكون صعب لان سول اتولدت بعد زواج رسمي، وكمان اتسجلت في القيد العائلي لسان من يوم ولادتها، وان انسب واسهل حل يقدر ياخد بيه حضانه سول هو طلاق يون جين وسان، لان ساعتها الحضانه هتكون للام. وقتها بسهوله يقدر يرفع عليها قضيه نسب ويكسبها. ساعتها الفكره بتعجب جاي وبيفكر ازاي ينفذها. وبعد كده بنشوف دونج وهي رايحه الكنيسه لساره اللي بالفعل بتكون جهزت لها المبلغ اللي طلبته منها، وبتقول لها ساره انها بكده نفذت طلباتها ويا ريت تنساها خالص وما تفكرش فيها. وقتها بتعرفها دونج انها مستحيل تسامحها، وان الفلوس اللي اخدتها منها ملهاش علاقه باذا كانت هتنتقم منها تاني ولا لا. وبعدها بتروح دونج لبنت هيون وبتاخدها معاها علشان تجهز اوراق سفرها، وده بعد ما بتقرر انها بالفلوس اللي اخدتها من ساره هتخليها تسافر وتكمل تعليمها بره، وبكده تكون ضمنت ليها حياه جديده بمستقبل كويس. اما هاي فبيوصل لها صور كانت على تليفونها المسروق، فبتحس ان ميونج اللي ورا سرقه تليفونها، وعلشان كده بتروح له البيت، وده بعد ما بتحس ان بقاله فتره كبيره مختفي ومفقود، ولانها عارفه باسورد الباب بتقدر تدخل بسهوله. وهناك بتصدم لما بتلاقي ساره هي كمان وصلت قبلها، وده لان الممنوعات اللي مع ساره خلصت ومحتاجه تاني، لكن ميونج ما كانش بيرد عليها. وساعتها بيلاحظوا ان كل حاجه في البيت زي ما هي بالظبط، وده معناه ان ميونج ما سافرش او راح في اي حته، وانما هو مختفي بطريقه غامضه. وعلشان كده بيروحوا ليون جين وبيعرفوها بموضوع اختفاء ميونج، وبيقولوا انه قبل ما يختفي اتصل بكام واحد فيهم وبعت لهم هدايا على البيت تهدد مستقبلهم، وكمان بيعترف لهاي انه بيحبها وبيعرض عليها انها تسافر معاه ويبداوا حياه جديده مع بعض. ولما بيسالوا يون جين اذا كان اتصل عليها او بعت لها هديه تهددها مش بترد عليهم وبتسيبهم وبتمشي. وفي الاثناء دي كانت هيون لسه مستمره في شغلها مع دونج، والمره دي كانت بتراقب الاتنين اللي كانوا بيطاردوا دونج، وبتقدر تكتشف انهم تبع ضابط الشرطه اللي تبع والده يون جين. ساعتها بتحس دونج ان وراهم سر كبير، وان احتمال يكونوا بيحاولوا يداروا اثار جريمه معينه، لانها بتكون شاكه ان اختفاء ميونج ده بسبب ان هو مات، وكمان بتكون متاكده بنسبه كبيره ان السبب في موته هي يون جين. وعلشان نعرف ليه هي متاكده بالشكل ده بنرجع فلاش باك لاخر مره دونج قابلت فيها ميونج، وده لما بتقوله على اسم اللي قتل زميلتهم سو، واللي بيتصدم لما بيكتشف ان القاتل تبقى يون جين. ودونج علشان تثبت له اكتر بتديله شارة اسمها اللي كانت موجودة يومها في مسرح الجريمة، وبكده يقدر يكسب فلوس ملهاش آخر، وده من خلال ابتزازه ليون جين بالسر ده. ولكن الأهم هو إنه لازم يستدرجها ويسجل لها وهي بتعترف بنفسها. وبنرجع لوقتنا الحالي مع دونج اللي بتقول إن من اليوم ده وميونج مختفي، وكمان ما سجلش الاعتراف اللي اتفقوا عليه، وده بيخليها تحس إن هو مات. وتاني يوم بيكون اجتماع الآباء في مدرسة سول، وبيروح سان علشان يحضر الاجتماع مع بنته، والغريب إنه بيلاقي جاي هناك، والأغرب
بيستغرب بقى انه بيشوفه وهو واقف بيبص لسول وبيضحك، وبيروح جاي يقف جنب سان بكل تحدي. ولما سان بيسأله عن سبب وجوده هنا بيكذب عليه وبيقول له انه جاي يشوف زميلته لانها تبقى مدرسة في المدرسة دي، وجاي بيقول له ان زميلته دي كانت معاهم في المرحلة الثانوية، يعني يون جين هي كمان تعرفها. وفي اللحظة دي بتدخل دونج للفصل وبيتصدم سان لما بيشوفها وبيعرف انها مدرسة بنته، وصدمته بتزيد لما جاي بيقول له ان هي دي زميلته اللي هو بيتكلم عليها. وهنا سان بيبدأ يحس ان في حلقة مفقودة في الحكاية ولازم يوصل لها. وبعد ما اجتماع اولياء الامور بيخلص بيستمر جاي في تصرفاته الغريبة مع سان لدرجة انه بيبدأ يلمح له ان سول اصلا مش بنته، وبيخليه يشك ان يون جين كانت بتخونه. وبعدها بتروح دونج تواجه جاي اللي بيقول لها انه فعلا مش مصدق انها قدرت تخطط لكل ده، لكنه بيهددها بشكل واضح وبيقول لها انها لو فكرت تأذي سول بنت يون جين هيخلص عليها. ساعتها بتصدمه دونج لما بتقول له ان هي اللي بعتت له فرشة الاسنان وانها عارفة ان سول تبقى بنته، وقبل ما بتمشي بتديله رسمة بنته سول اللي كانت سايبة فيها الوردة فاضية لانها مش قادرة تشوف الالوان. وبعد كده بيجي دور هاي في خطة دونج، وبنكتشف ان دونج تعرف حمات هاي المستقبلية واللي بيظهر انها بتحب دونج اكتر من هاي، وبتتمنى ان ابنها يختار دونج ويتجوزها. واول ما هاي بتشوف دونج وبتكتشف انها تعرف حماتها بيجيلها حالة رعب وبتجري ورا دونج علشان تتكلم معاها، وبتركع قدامها وهي بتترجاها انها ما تعرفش حماتها اي حاجة عن ماضيها لانها خلاص قربت تتجوز جوازة احلامها اللي هتنقلها لمستوى تاني خالص، وبتوعدها انها هتنفذ لها اي حاجة ممكن تطلبها. وقتها بتوافق دونج بس بشرط، وهي انها تروح تبلغ الشرطة ان ميونج مفقود من فترة. وبعدها بيروح سان يقابل هاي وبيطلب منها تحكي له كل حاجة عن يون جين ايام الثانوي وكمان تعرفه دور دونج في حياتها. وفعلا هاي بتحكي له كل حاجة وبتقول له ان يون جين كانت بتتنمر على دونج في الثانوي بطريقة عنيفة وانها ما كانتش بتسيبها غير لما تأذيها بشكل كبير. ساعتها بيتصدم سان وبيكون مش مصدق ان مراته وام بنته تبقى بالشخصية دي، وفعلا بيروح يواجه يون جين باللي اكتشفوا عنها وبيقول لها انه مصدوم فيها ومش مصدق اللي هي كانت بتعمله. وقتها بتتوتر يون جين وبتقول له ان ده كان من سنين وانها ندمانة على اللي عملته مع دونج وكمان بتحاول تعوضها بأي طريقة، لكن دونج رافضة. وفي الفترة دي كان بارك بدأ يساعد دونج في انتقامها، وعلشان كده أول حاجة بيعملها هو إنه بيتعرف على سان، وده عن طريق إنه بيروح الحديقة اللي بيقعد فيها دايما وبيقدر يخلق صدفة علشان يتكلم معاه، وبيعرف منه إن في موضوع شاغل تفكيره، فبينصحه بارك إنه يكلم صاحب الموضوع أفضل، وده علشان يرد على كل اللي بيشغله. وبعدها بيروح بارك يقابل دونج وبيعرفها إنه قابل سان وبيبان عليه إنه هو غيران منه، خاصة إن سان وسيم، وبيظهر كمان إن سان معجب بدونج. وفي الوقت ده يون جين ما كانتش ساكتة وكانت بتدور أكتر ورا دونج علشان تقدر تدمرها لغاية ما بتقدر توصل لعنوان والدتها اللي رجعت فقيرة من تاني بعد ما خلصت كل الفلوس اللي معاها. وهنا بتعرف يون جين إن ده هيكون السلاح اللي هيدمر دونج. في نفس الوقت ده بتروح تقابل جاي اللي بيعرفها إنه اكتشف كذبتها وإن سول تبقى بنته، وبيعرض عليها تتطلق من سان ويعيشوا ويربوا بنتهم مع بعض. ساعتها بيتصدم لما يون جين بترفض وبتقول له إنها فعلا بتحب سان ومستحيل تتخلى عنه. وتاني يوم بتتصل الشرطة على جاي وبتعرفه إن في بلاغ متقدم باختفاء ميونج. وأول ما سارة بتعرف بالموضوع ده بتتجنن لأنهم لو فتشوا ورا ميونج هيعرفوا إنها كانت بتشتري منه المخدرات. وبتعرف سارة إن هاي هي اللي بلغت باختفائه، وعلشان كده بتتخانق معاها خناقة كبيرة. وفي وسط كل ده سان كان لسه بيفكر في دونج، وعلشان كده بيتصل بيها وبيقول لها إنهم لازم يتقابلوا. وفعلا بتروح دونج على طول ومش بتتهرب منه، والمرة دي بتعترف له بكل وضوح إنها كانت قاصدة تقرب منه، وده لأنها واثقة إنه هيقف في صف العدل وإنها معتمدة على نفوذه علشان تحقق انتقامها. وبتعرفه إنها لسه مراهنة بحياتها ومش عارفة إذا كانت هتكسب الرهان ولا لأ، وعلشان يصدق كلامها ويعرف إن هي الطرف المظلوم في الحكاية بتديله عنوان بيتها في نفس الوقت اللي بتعرف فيه يون جين عنوان بيت دونج. وبتتصدم لما بتكتشف إن دونج عايشة قدام بيتها بالظبط، وده بيسمح لها إنها تراقبها بكل سهولة. وعلشان كده بتروح يون جين لبيتها وبتفتح الباب بطريقة غير قانونية، ولما بتدخل البيت بتتصدم من كم الصور اللي بتلاقيها متعلقة، وبتكون الصور ليها ولكل شلتها في كل الأوقات والأعمار والأماكن. وهنا بتفهم إن دونج مخططة كويس جدا لكل خطوة بتعملها. وفي اللحظة دي بتتصدم يون جين وهي شايفة جوزها سان هو كمان داخل شقة دونج، وبيقفوا هما الاتنين في مواجهة بعض.
وكل واحد فيهم مش عارف يتكلم من الصدمة. ولغاية هنا بينتهي الموسم الأول من مسلسلنا. فيا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل سان هيقف في صف دونج ولا مراته؟ وإيه هيكون نهاية الطريق المظلم اللي دونج ماشية فيه؟ وده اللي هنعرفه في الموسم الثاني من مسلسلنا. ولو عجبكم الموسم الأول اكتبوا لنا في التعليقات جملة الموسم الثاني واحنا هنلخصه لكم في أسرع وقت. أشوفكم بخير.